جولتنا النهاردة في جورجيا، تحديدا تبليسي اولد داون تاون، يعني العاصمة القديمة. احنا في راستا ميداني دلوقتي، اوتيل 4 نجوم من الاوتيلات الصغيرة، تحس فيها جو كده تراديشنال، بترجعك بالزمن لورا في قلب العاصمة القديمة. خطوتين تنزل تمشي في شوارع العاصمة القديمة زي ما انت شايف. تبليسي معظمها بيوت قديمة، خاصة تبليسي القديمة، يعني زي ما احنا شايفين كنايس رومانية، كنايس جورجية. يمكن الكنايس الرومانية أكتر. ده أحد الأبراج القديمة الشهيرة عندهم، في رمز من رموز المسيحية، يعني بيتفائلوا ببعض الحاجات. في لوحة تحت اللوحة عليها إرشادات تجلب الحظ وأشياء من هذا القبيل، يعني شيء موجود في ثقافتهم القديمة وهم بيعتزوا بيه. زي ما احنا شفنا الشباك ده بيفتح مع الساعة، كل ما الساعة بتدق بيفتح وبتطلع زي الملاك، تفتح الشباك وترن الجرس. احنا معانا جايد في الرحلة دي. الجولة اللي احنا ماشيين فيها دي جولة صباحية. هسيب لكم في التعليقات تحت اللينك بتاع الصفحة اللي بيطلع منها الجايد ده. بيتكلم انجليزي لان اللغة مشكلة في جورجيا خاصة، وبتكون فري، يعني التور دي بالكاملة فري. مكملين مع بعض شوارع تبليسي العاصمة الجورجية، داون تاون، الشوارع القديمة، تشم فيها ريحة التاريخ. ده أحد التماثيل الشهيرة عندهم. الجايد اللي معانا بيشرح إنه قد إيه هم مرتبطين بالتميمة دي أو بالتمثال ده، وبيشرح لنا اللي هو ماسكه في إيده ده عبارة عن زي آلة من آلات النفخ. ده ميدان اسمه ميداني في قلب العاصمة القديمة. ميدان فيه مطاعم، في العلامة الشهيرة بتاعت I love تبليسي. كملنا مشي في شوارع تبليسي. البيوت القديمة، كل بيت من البيوت دي ليه قصة. الجايد اللي كان معانا كان بيحكي لنا قصص بعض البيوت. في بيت منهم اسمه البلو هاوس أو البيت الأزرق، كان بناه أحد الجنود في الحرب لزوجته عشان زوجته تسكن فيه وملحقش. أعتقد هو البيت ده على اليسار. ودخلنا جوه البيت وشربنا من مية البيت. كانت تمشية جميلة في شوارع تبليسي صباحا. الشوارع ضيقة زي ما احنا شايفين. احنا كده وصلنا عند المسجد الوحيد في تبليسي، بيسموه جمعة موسك ومسجد الجمعة. حجمه مش كبير، لكن كل الأذانات بترفع فيه. صوت الأذان كنت بسمعه وأنا في الفندق. ده الشلال الوحيد داخل تبليسي اللي جوه العاصمة، يعني مش اللي في الضواحي وعلى الأطراف وفي أماكن الشلالات. اسمه زي ما هو موجود فوق. طبعا يمكن أنا بالعربي مش هعرف أنطق اسمه، بس أنا سايب لكم اسمه فوق، لو حطيتوه على اللوكيشن هتقدروا توصلوا. وزي ما بقول لكم هو يمكن الشلال الوحيد جوه تبليسي اللي
جوه المدينة يعني ده جنب البيوت اللي احنا كنا ماشيين دلوقتي فيها. نطلع من البيوت دي نخلصها نوصل عند الشلال. يعني هي تبليسي تقدر تتمشى فيها من الصبح لغاية العصر، اعتقد تقدر تلفها. خدنا صور، صورنا ولفينا ورجعنا عشان نكمل جولتنا. تاني اسم المكان موجود فوق، اسم الشلال الوحيد اللي داخل تبليسي العاصمة القديمة. طبعا احنا بنقول العاصمة القديمة لان في جزء تاني من تبليسي ما ظهرش في الفيديو ده، في ميدان الحرية وفي اماكن تانية اللي هي الجزء الجديد اللي حصل له تجديد من العاصمة تبليسي. لكن احنا هنا في الجزء العتيق، الجزء اللي فيه ريحة التاريخ، واللي كل بيت من البيوت ده ليها قصة وراها حكاية. العازفين في كل مكان، يعني ما هياش بلد موسيقية من الطراز الأول زي بلاد تانية. جسر شهير زي اللي موجود في معظم العواصم الأوروبية. طبعا يعني العشاق أو الكابلز بيحطوا قفل هنا يعبر عن مدى ارتباطهم ببعضهم ومدى دوام الارتباط اللي مش هينتهي. يعني نرجع تاني ونلف. ده زي متحف صغير مفهوش حاجات كتير على اللي احنا سمعناه من جوه، وبيتعاملوا معاه يعني زي مجلس دلوقتي. الناس المكان ده بقى مكان انا بعتبره مكان سري، لان ناس كتير حتى من الجورجيين اللي عايشين في تبليس ما يعرفوهوش. تعال ننزل نشوف احنا رايحين فين، يا ترى في ايه تحت. ايوه، مكان عتيق، تحس ان انت داخل متحف، بس هتطلع من تحت بأحلى فطيرة بالجبنة. هما بيقولوا عليه خشبوري او تشخبوري، انا مش متأكد، بس هو حاجة من الحاجات التراديشنال او عندي. اللوكيشن ظهر على الشاشة، يبقى خد سكرين شوت عشان تعرف المكان. ده معاد جولة في النهر اللي بيربط تبليسي القديمة بتبليسي الجديدة. بتشوف معظم تبليسي وانت ماشي في المركب ده. هتاخد المركب ب50 لاري من نفس المكان اللي فيه كيبل كار. أظن جوعنا، رحنا ميداني مطعم اسمه بليود مسلة، أكل هندي. ما كانش أحسن حاجة بس كان أوكي مقبول. يا رب الفيديو يكون عجبكم.